اللبناني والمغربي مستحيل وممنوع يدخلوا هذه الأربع دول، للأسف آخر دولتين دول عربية، دولتين العربية صدموني أنا شخصيا والله. نبدأ برقم 4 سنغافورة. سنغافورة أول ما تعرف إنه هذا الشخص لبناني أو مغربي بتدقق عليه بشكل جدا دقيق، يعني بتدقق كل شيء، ولازم تقولهم متى حترجعوا وليش حتروح، تعطيهم سبب جدا منطقي وحقيقي ليش بتروح على سنغافورة، ولازم يكون عندك أقارب أو أحد وتعطيهم تفاصيل الرحلة، وين راح تروح، أي ساعة، وإيش، تفاصيل جدا متعبة، وبالنهاية 99% تنرفض. رقم 3 إيرلندا. إيرلندا يا جماعة أكثر من 5 مليون مغربي ولبناني بيقدموا عليها كل كم سنة، وبرتفض أكثر من 4 مليون 999 ألف شخص، يعني ممكن واحد أو اثنين ينقبلوا. إيش السبب بالضبط ما أحد يعرف. قبل ما أقول لكم الدولتين العربية أتمنى الكل يعمل فولو لايك. الدولة العربية الأولى هي الجزائر، والدولة العربية الثانية أريدك أنت كلبناني أو مغربي مين تتوقع الدولة العربية الثانية اللي ممنوع أو مستحيل جدا إنك تدخلها؟ اكتب لي إياها بالتعليقات، لأنه الدولة الثانية صراحة صعب جدا أنا أقولها يعني ممنوع، فأنت اكتبها بالتعليقات، وإذا كلامك صح راح أعمل لك لايك على تعليقك، فاكتب لي بالتعليقات.